ومن الدروس التي يعني نتعلمها من جابر رحمه الله أنه رجل لا يقابل بالسيئة السيئة، لكن منهجه قرآني: ادفع بالتي هي أحسن ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قال: اتق الله حيثما كنت، في حديث جندب بن جنادة: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فجابر إيش حصل إن زوجته عنده زوجتين، هو واحدة منهم اسمها آمنة، أرسلها لتحج، ولما عادت سألها كيف الأحوال، فأخبرته عن المقاول بلغته دون طعن في المقاولين يعني. قالت: لا. قالها: كيف كان؟ فوصفته بسوء الصحبة. قالت: هذا إنسان سيء الصحبة. فاستدعاه جابر بن زيد وقدم له أفضل الطعام وأعلف دابته وهش في وجهه وبش، ثم إنه شيعه إلى دابته ثم عاد. اسمع الحرمة كيف قالت له: قالت: لا، أخبرتك بسوء الصحبة. أنت ما مدحت لنا، ترى تقول لا، ما مدحت الرجال، أنا ذممته. تقول له: أخبرتك بسوء الصحبة ففعلت ما أرى. فقال: أفنكافئه بمثل فعله فنكون مثله؟ لا، بل نكافئ الإساءة بالإحسان. نكافئ الإساءة بالإحسان، ما نكون مثله، لا نكون. ولذلك هذه من سير الكرام، من سير الكرام ذوي الأخلاق الراقية، إنهم يترفعون دائما من نزعة الإثار والانتقام. ولا، هذه ليست من أخلاقه. ما قلت أنت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسن. الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: المسيئون إلي ثلاثة، اللي يقابلون بالإساءة واحد من ثلاثة: إما أن يكون أفضل مني، فحق للكريم أن يتجاوز عن إساءته. قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا عثرات الكرام. إذا كان هو أكرم منك فأقل عثرته، ما توقف له تتصيد له وتتقنص له أخطاءه، كلا، ما من شأن ذوي المروءات العالية أن يتصيدوا هفوات الكرام. فحق الكريم أن يتجاوز عن هفوته. أو أن يكون مثلي، فالأنداد يتغاضى بعضهم عن بعض، ما دام ساوني فحق أيضا له أن الأقران يتجاوز بعضهم عن بعض. أو أن يكون دوني، فحق لنفسي، أنا من حق نفسي أن أترفع عن أن أكون مثله. ما أبدا. ولقد أمر على السفيه يسبني فمررت ثمة قلت لا يعنيني، يعني كما قيل يا أعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يعني هو فاهم وعارف أنه هو المقصود، لكن يزن القائل، يوزنه. الرجل هل قائل ذا يوزنه، فإذا وجده لا يستحق الجواب ما ينزل لمستواه أبدا، يترفع عنه، يترفع عن أن يجيبه. ذاك أحد العقلاء مر على رجل سفيه فسبه وشتمه في السوق أمام الناس، فكأنه لم يسمعه، فلما جاوزه أمسكه واحد من الناس السوق، قال: رأيت هذا الرجل أهانك وسبك وشتمك وأنت ساكت. قال: أرأيت لو أن كلبا نبحك أتنبحه؟ قال: لا.
قال لو أن حمارا رفسك أترفسه؟ قال لا. قال هذا ككلب أو حمار، ما واجد يعني أهتم أني أنا أرد عليه. دع. قال ينبح ولا يرفس، مش داعي أن أكون مثله. نعم. وكلم سفيه أحد العقلاء وسبه وأهانه وشتمه وأكثر عليه وأغلظ، وهذا العاقل لا يلتفت إليه. فقال لا، مناديا له، قال إياك أعني. قال وعنك أعرض. إياك أعني. قال وعنك أعرض. أنا ما قاصد بالإعراض غيرك، أنت المقصود بإعراضي. ولكن الحكماء إيش يقولوا النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، فما تزيد الاشتعال حطبا، خلى إبراهيم دع. وهكذا ذوي الألباب يتعاملون برقي دائما، ما يكون عقله أقرب إليه من نعله، كلا، يكون عالي في سلوكياته ويتصرف تصرف ذوي المروءات.